أنا أقرأ حسن النية في الجميع، والبشر محمول على الخطأ، الإنسان خطاء. فهل كان خطأ عن حسن نية أو عن سوء نية؟ ليس لي أن أحكم عليه قبل أن يقع التحري. سيد الوزير، قناة حنابعل جاءت منذ 5 ولا 6 سنوات، جاءت حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة. تدعم هذا بعد سقوط نظام الرئيس بن علي المخلوع. أطلب منكم أمام الملايين التوانسة أن تطلب وصفة أحد أعضاء الحكومة وقتها المعذرة من الشعب التونسي، لأنه معناها في الأجواء نتاع الطوارئ هذه صارت حالة نتاع معناها الناس كلها على العصابة. علاش تم إيقاف بث قناة حنابعل؟ أطلب منكم معناها كأحد أطراف قناة حنابعل تقدم المعذرة للشعب التونسي ولكافة العاملين قناة حنابعل وللأسر نتاعهم. أنا لا أخشى من الاعتذار عن الخطأ باسمي الشخصي ونيابة عن السيد رئيس الوزراء الذي كلمني بهذه المهمة. نعتذر عن الانقطاع الذي اعترى قناة حنابعل، وهذا الاعتذار ليس قولي وإنما هو فعلي، إذ قطعت كل مهامي وجئت لأعيد الأمور إلى نصابها. فلا عيب أن يحترف الإنسان بالخطأ. نحن مسؤولين سياسيا ولسنا مسؤولين تقنيا عما وقع. هذا خطأ لا نتحمله سياسيا، ولذلك جئنا لنصوبه عمليا. لكن يجب محاسبة من تسبب في قطع البث على قناة حنابعل. أما حتى لا تظهر حنابعل بالبطولة التي قد لا تكون عليها، أقول بصراحة أنها لم تدعوني إلى مائدتها من يوم تشكلها إلى اليوم، فأن تقول بأنها منبر ديمقراطي هذا يستحق بعض التقييم. هذه وجهة نظر وأنا أيضا قلتها بعد أن عادت الأمور إلى نصابها، حتى لا تجعلوا نفسكم يعني فوق المساءلة. كلنا مساءلون. كل الأطياف السياسية وكل الأحزاب السياسية. لم تدعوا المعارضة الحقيقية والجدية طول عمركم، وأتمنى أن تدعوا الجميع اليوم. أنت تحكي كزعيم حزب معارض ولا كوزير؟ لا، ما نحكيش كوزير. أنا نحكي كمواطن تونسي. أنت كلمتني باش نكلم المواطنين التوانسة. وحطيتوا موقعكم فوق كل تساؤل. لا، أقول لكم بالله أهبطوا شوي، راكم التوانسة خطائين مثلكم مثل الآخرين. وأقول بأنكم لم تقوموا ولم يكن بإمكانكم أن تقوموا بالدور الذي تقومون به اليوم. فالمهم هذا الخطأ وقع تصويبه. هذه الصفحة أتمنى أنها طويت بدون رجعة. اعملوا بكامل حرية، لا وصاية عليكم من السلطة التنفيذية. وصاية الوحيدة عليكم هو ضميركم المهني الذي يملي عليكم اتباع ما يجب أن يتبعه كل صحافي حر. سيد الوزير، ستتمسكون بمناصبكم في الحكومة المؤقتة في ظل الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإقالتكم؟ حينما تستدعوني إلى حوار سأجيبكم على كل الأسئلة. أنت موجود هو في حوار سيد الوزير مباشرة مع الملايين التوانسة اللي قاعدين. أنا أعتذر لقناة نسمة التي تفضلت بدعوتي للحضور على الساعة 8 وتأخرت بسبب هذا الخطأ، وسأجيب على كل الأسئلة التي سيتوجه بها الصحفيون إلي على منبرها، وأنا على ذمتكم في كل يوم لأجيبكم عن كل الأسئلة. سيد الوزير، دعونا كل الأطياف السياسية وكل الأحزاب السياسية. لم تدعوني مرة. الجميع غاية لا تدرك. بارك الله ياسر. توا في تونس ولا اللي هذا يحب يعمل حزب قبل يقولوا إن شاء الله يعملوا 60 حزب. احنا مع حرية الأحزاب، يعملوا ما شاءوا من الأحزاب. الناس حرموا من هذا الحق لمدة 55 عام، فليتأسسوا في الأحزاب وفي الجمعيات وليتدخلوا في الفضائيات وليكتبوا في الصحف وليؤسسوا الصحف. هذه هي الحرية التي نريدها لتونس، وأنتم جزء من هذه المنابر. فأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأن تكونوا منبرا للحرية في هذا البلد الذي يخطو خطواته الأولى على طريق الديمقراطية. أحمد نجيب الشابي تكون موجود معنا غدوة إن شاء الله في قناة حنابعل. أي ساعة؟ 8. حاضر، 8 غدوة نكون عندكم إن شاء الله بإذن الله. أحمد نجيب الشابي بوصفه رئيس وزير التنمية الجامعية في الحكومة المؤقتة. مرحبا بكم سيد الوزير. موفقين إن شاء الله. الله يحفظك.